بيعجبني قوي الناس اللي بتتظاهر بالرضا حتى لو مش معاها اللقمة. الناس اللي بيتظاهروا بالقوة حتى وإن كان الضعف بينهش في قلوبهم والخوف بيقتلهم 1000 مرة، وإحساسهم بشفقة الناس أكتر حاجة بتوجعهم. الناس اللي بيتظاهروا بالراحة وهم عمرهم ما شافوها. الناس اللي بيتظاهروا بالاكتفاء وهم أحوج ما يكونوا لقرب الناس. الناس دي عايشة أرقى أنواع عزة النفس. الاكتفاء كلمة وراها كتير من الاستغناءات. الاستغناء عن رأي الناس فيك، وإنك تكون على طبيعتك وما تحاولش ترهق نفسك عشان تظهر بأحسن صورة قدام الناس، وإنك توصل لمرحلة مش بيكون بيفرق فيها معاك رأيهم فيك، وإنك ما تحاولش دايماً تتعب نفسك عشان بس تكون عند حسن ظن الناس فيك. الاكتفاء هو إنك تقدر توصل لدرجة تقدر تستمتع فيها بالقليل اللي بين إيديك، وإنك تبقى قادر تخلق مجالات كتيرة تقدر تسعد بيها نفسك، وإن سعادتك ما تبقاش مرهونة بوجود حد في حياتك أو برضا حد عنك. الاكتفاء إنك ما تعلقش أحلامك على غيرك وما تستناش حاجة من حد. الاكتفاء إنك تاخد الأمور ببساطة وما تخليش تأثرك بالحاجات اللي بتقع في حياتك كبير ومبالغ فيه، وإن كل شيء بيتعوض إلا عمرك اللي بيضيع وعلاقتك بربنا. الاكتفاء إنك يكون عندك استقلالية في حياتك عن كل الناس، وتخليك واثق في ربنا وتعتمد عليه هو وبس. الاكتفاء إنك تتحرر من تأثير الناس السلبي عليك، وإنك تمتلك الشجاعة اللي بيها تقدر تتخلص من السلبيين في حياتك وتسد ودانك عن الكلام اللي بيهدك.